Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. So what is the worst possible outcome? There's like a set of very bad outcomes. One thing I'm particularly worried about is that these models could be used for large-scale disinformation. I am worried that these systems, now that they're getting better at writing computer code, could be used for offensive cyber attacks. The risks are what? Well, the risks are having a whole class of people who are unemployed and not valued much because what they used to do is now done by machines. Some robots will eat some jobs and some robots will kill humans. You've already seen that with self-driving cars. But you do believe that AI can supersede human intelligence? I believe it absolutely will. زي ما انت بتشوف قد ايه الاي اي ده ممكن يبقى مهم جدا، وناس كتير جدا بتتكلم على اهميته وقد ايه اهميته انك تقدر تستخدمه في شغل او زي ما انت برضه هتشوف من اهم ناس في العالم او اغنى ناس في العالم بتتكلم على مدى خطورة الاي اي. ولما بيجوا بيتكلموا على مدى خطورة الاي اي بيبقى دايما عندهم حتة ليها علاقة بالانفورميشن اللي بياخدوه من بني ادمين. انت دايما في اي بلاتفورم او اي بلاتفورم انت بتستخدمه لازم بتدخل الانفورميشن بتاعتك، سواء بايميل سواء برقم تليفون او والداتا اللي انت بتحطها او الاسئله اللي بتتسال لك بطريقه معينه، زي مثلا الكلمه اللي بتشوفها على موبايلك لما بتيجي تنزل ابلكيشن جديد allow app to track ولا لا. بالنسبه لهم او بالنسبه لناس كتير الكلمه دي هي خطيره بمعنى ايه؟ ان هو ده يقدر ان هو يفهم كل حركه انت بتعملها على الموبايل بتاعك من الابلكيشن. او زي برضو الحاجه الثانيه اللي انت ممكن تكون مش واخد بالك منها، كل ويب سايت انت بتخش له بتلاقي فيه مسج تحت بتكتب لك allow cookies ولا لا. لما تيجي تتك على accept all يعني معنى كده ان البلاتفورم ده اللي انت دخلت عليه بدا ان هو يشوف تحركاتك من الويب سايت ده لاي ويب سايت تاني. عشان كده اللي بيعملوه ايه؟ لما بيلاقوك ان انت مثلا دخلت على ويب سايت معين والتاني والتالت والرابع يبدا ان هو يطلع لك الاعلانات في الويب سايتس اللي انت مهتم تخش لها اللي ليها علاقه بيهم هم. يعني هتلاقي نفسك مثلا دخلت على ويب سايت ملهوش اي علاقه بالاعلان اللي انت شايفه، بس هو جابك من الكوكيز اللي انت عملتها اكسبت اول. بس خلينا صراحه وخلينا واضحين جدا، الاي اي دلوقتي حالا هو بالظبط نفس مثال النوكيا والايفون. خروج النوكيا او خروج السي دي من الماركت وبعد كده كل حاجه تنتقل انها تبقى من بعد سي دي تبدا بقى انها تخش في حاجات ديجيتال، ويبدا النوكيا يبدا يبقى ايفون وهكذا. والشركات اللي وقعت دي هو احنا في اوائل او بدايات الفتره دي. وفي كتير جدا من اللي بيقول لك ان الاي اي ده هيقضي على البشريه بطريقه معينه بسبب بقى الروبوتس اللي هي عماله بتنتج حاليا او بيعملوا فيها اي حاجه من الحاجات اللي دخلوا تشات جي بي تي جوه الروبوت نفسه، فيبدا ان هو يإليمينيت او يشيل العنصر الانساني في الموضوع. وفي ناس مثلتها انها اكنها لو انت جاي بتبني اسفلت او بتبني شارع بتموت النمل، انت مش معنى ان انت كده كاره النمل بس بتموته. وهو ده المثال اللي ناس كتير جدا بتقوله الفتره اللي فاتت، يعني بما معناه اكننا احنا البني ادمين احنا النمل، وفي الاخر الاي اي ده هيدوس علينا كلنا. بس خلينا متفقين على حاجه مهمه جدا، ان زي ما انت بتشوف اي حاجه في الدنيا على قد ما هي خطيره على قد ما هي ممكن تعمل لك فرص غريبه. يعني ايه؟ يعني كلنا عارفين ان السوشيال ميديا ممكن تبقى اخطر حاجه نزلت على المجتمع، انها بتحط في دماغهم افكار معينه، او احنا عايشين في مجتمع الى حد كبير ليه علاقه بالايدياليزم، او ان انت شايف ان كل الناس في احسن حالاتها، فانت بالتالي شايف ان انت حقير. يعني تفتح الانستجرام تلاقي ان كله متشيك احلى شياكه، كل الناس بتتكلم احلى كلام، كله بيدي مواعظ، كله بيدي نصايح، بس في نفس الوقت انت ما تعرفش هل انا مبسوط، هل انا متضايق، هل انا مخنوق، هل حياتي ماشيه ازاي. كل انت ما بتعرفوش. زي ما هي ليها حاجات مش كويسه، زي ما هي فتحت ابواب رزق كتير جدا 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 لناس كتير. فما تروحش قوي مع الفيديوهات اللي هي ممكن توحش لك الحاجه قوي، شوف دايما الفرصه فين. فخلينا متفقين ان احنا كعرب يعني مالناش دعوه قوي الصراحه بموضوع الروبوتات دلوقتي، يعني والدنيا لسه بعيده شويه. فبالتالي الاي اي اهم حاجه بالنسبه لنا ايه؟ تعال نستغله ان احنا نعمل فلوس. وخليني اقول لك بقى الاي اي هو حاليا دلوقتي للناس اللي زينا متكون من ايه، او هشرحها لك بطريقه بسيطه جدا. حط لنفسك دايما 5 حاجات في الاي اي هو بيساعدك فيهم. اول حاجه تكست، ايمج، فيديو، اوديو، وكود. 5 حاجات. طب ايه الحاجات اللي انت بتقولها دي؟ يعني ايه؟ يعني الاي اي في الاخر هو بيبرمج ان هو يحول لك اي حاجه من ال5 دي لحاجه تانية من ال5 دي. يا ابني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ فاهمك ازاي؟ يعني مثلا شات جي بي تي يعتبر ان هو تكست تو تكست فورمات. بمعنى ايه؟ انت بتدي انبوت للتكست، بتكتب حاجه فيقوم هو ردد عليك بتكست.
فده نوع من انواع الاي اي بلاتفورم. نفس الكلام ممكن تدي حاجه تكست تطلع لك فيديو زي انفيديو، اللي هو بتكتب مثلا قصه معينه وهو يعملها لك كديزاين كفيديو معين تقدر انت تحطه بوست على السوشيال ميديا. قيس بقى على الخمس حاجات دول كل حاجه تانية، يعني اي واحده اي عنصر من الخمسه دول يقدر يتحول للتانية. شوف انت مثلا عايز تحول ايه لايه وبعديها تدور على البلاتفورم اللي هيساعدك في ده. وهو ده اللي كل شركات الاي اي حاليا بتطلع بتتخانق عليه، هي مين احسن واحد ممكن يحول ايمج لفيديو او فيديو لاوديو او تكست لكود او كود ايا كان الحاجه ايه، بس في الاخر الخمسه بيتحولوا لبعض. لكن هيفضل يتقال ان الاي اي هيريبليس البني ادمين، وفي نفس الوقت انت اللي بتكتبه في تشات جي بي تي بنفسك بيديك رد مختلف عن اللي انا هكتبه في تشات جي بي تي. ليه؟ لان العنصر الانساني مازال مهم جدا 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 في الاي اي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت كل ما هتكتب او كل ما هتكريت الانبوت الصح كل ما الاي اي بلاتفورم ده هيديك الحاجه الصح. فاي واحد ممكن يكتب لتشات جي بي تي اديني ماركتنج استراتيجي لمحل اللبس بتاعي اللي انا عامله في سعد زغلول، وهتلاقي تشات جي بي تي بيرد نفس الردود اللي هو بيردها للناس كلها. لكن صيغه السؤال اللي انا بقى هقولها هي طريقه معينه، هي شخصيه معينه هحطها جوه تشات جي بي تي، هي طريقه برومبت انجينير. برومبت اللي مش عارف يعني ايه برومبت، هي يعني اكنك بتقول او بتتكلم مع اي اي لانجويج موديل. فده نوع السؤال، يعني لو انا بسال بني ادم فانا بساله كويستشن، لكن لو انا بتكلم مع اي اي بلاتفورم ده بيبقى اسمها برومبت. فكل ما البرومبت بتاعك بيتغير حسب الفكر بتاعك ومفهوميتك للبلاتفورم ومذاكرتك جدا جدا للاي اي بلاتفورم ده، كل ما انت هتلاقي الرد اللي محدش غيرك هيلاقي. ولو جيت دخلت برضو على جوجل وسالت جوجل هو الفريلانسرز دلوقتي كام في المية منهم بدا ان هو يستخدم الاي اي كسيرفيس، هتلاقي ان اكتر من 25% من الناس اللي حاليا شغاله على ابورك او فايفر، بلاش فايفر ده عشان ده طبعا بتاع ولاد او اي بلاتفورم محترم بتاع فريلانسنج، هتلاقي ان 25% من الناس دي بدات تستخدم اي اي بلاتفورم، وده رقم كبير جدا جدا جدا. الله، طب ما الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي بتقدم خدمه، يعني في الاخر بتخش في مشروع من غير راس مال. فبلاش تحط في دماغك حته ان خطوره الحاجه ان هي ما تستخدمهاش، بالعكس شوف فيها الفرصه هي ايه وابدا ان انت تشتغل عليها. وجرى العرف الى حد كبير ان عاده الناس اللي بيكون معاها فلوس قوي ما بيكونش معاها وقت، بس في نفس الوقت الناس اللي معاهاش فلوس عندها وقت. طبعا ما تاخدش المثال ده على كل حاجه، بس جزء كبير من الناس كده. فعشان كده الناس اللي هي ما عندهاش وقت دي ومعاها فلوس، انت محتاج تديهم السيرفيس اللي هم محتاجينها وتاخد منهم الفلوس باستخدام ايه تاني؟ باستخدام الاي اي بلاتفورم. فممكن تشتغل كوبي رايتنج، ممكن تشتغل فويس اوفر، ممكن تشتغل انك تعمل فيديوهات، ممكن تشتغل انك تعمل تمبلتس للسوشيال ميديا، ممكن تشتغل انت ناس لو انت تعرف تعمل حاجه ليها علاقه بنوشن وتعمل تمبلتس او بلاننج او اورجنايزنج حياتهم هم الشخصيه في شغلهم وتقدم لهم السيرفيس دي، هتشتغل معاك كويس. الفكره كلها في ان انت تقعد نفسك شويه على اللابتوب وتشوف ايه اللي الناس بتشتغل فيه وتذاكر حاجه وتكمل فيها وتبدا تعرض الخدمه دي للناس اونلاين. وده كان كل هدفي لما انا جيت نزلت الكورس بتاع الاي اي جايد. انا جربت اي اي بلاتفورمز بعدد شعر راسي. ليه؟ لان انا بحب المجال ده، انا حابب ده، وبيفيدني جدا في الدروب شيبينج ستورز بتاعتي، وفي كذا واحد بستخدمه فعلا للدروب شيبينج ستور عشان اعرف ان انا اشتغل من غير ما اقعد اضيع وقتي فيها. لان الاي اي بلاتفورمز كلها بتعمل حاجه من اتنين، يا اما بتزود انتاجيه يا اما بتقلل من الوقت بتاعك. لكن انت هتلاقي لا يقل عن 300 400 اي اي بلاتفورم في اكتر من 2 مليون 500 بني ادم بيتكلموا عليها على اليوتيوب. فحاولت بقدر الامكان ان انا اجمع لك اهم 10 او 15 بلاتفورم للاي اي تقدر من كل واحده انك تشتغل في 5 6 7 مجالات مختلفه تماما عن بعض. مش بدخلك في سكه الفريلانسنج تعمله ازاي، لكن انا بفهمك كويس قوي البلاتفورم ده تقدر تستغله ازاي. الكورس ده هيفتح دماغك في حاجات كتير جدا، الا وهي ايه؟ الا انه هي ان كل بلاتفورم من دول انت على قد ما انت بتشوفه اونلاين او بتشوف ان هو في حاجه بتتعرض قدامك كاعلان او كبلاتفورم ممكن تشتغل بيه ازاي، لكن انت مش عارف قد ايه في ناس ممكن تكون بتعمل فلوس منه. ودي الحقيقه، ده واقع الامر. يعني انا مش بقول كلام بهزي بيه. خش على جوجل، خش على تشات جي بي تي واسال انت بنفسك، هتلاقي كميه الناس اللي بتستغل البلاتفورمز دي انها فعلا تعمل فلوس. اخر الموضوع، وعشان بس ناس كتير جدا مش شايفه اهميه الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي وكميه الفرص اللي هي فعلا موجوده. وتاني يا جماعه عشان بس ما حدش يقعد يكتب لي في الكومنتات هو فين الفرص دي، الموضوع صعب جدا بس زيه زي اي حاجه تانية. بس تخيل ان انت معاك وسيله اتصالات او وسيله تسويق في ايدك كل يوم انت بتستغلها غلط. ويعني ايه بتستغلها غلط؟ بتستغلها انك بتقعد بيها بال 12 15 ساعه في الاسبوع بتتفرج بس، بتبقى حاجه اسمها unconscious scrolling. يعني انت بتقعد خلاص ادمنت وبدات انت تمسك بصوابعك كده الموبايل عمال تقلب من فيديو لفيديو من فيديو لفيديو. لكن لو انت قعدت قدام اللابتوب وفضلت تتفرج على محتوى تعليمي اكتر، والله العظيم فرصتك احسن مليون مره
عن واحد ما بيعملش حاجه. شفت واحد كان بيتكلم برضه على انستجرام من كام يوم، كان بيقول كلمه عجبتني جدا، بيقول ان السعي لا يؤكد حتميه الوصول، لكن عدم السعي يؤكد عدم الوصول. يعني مش معنى انك تسعى كل يوم هتلاقي في الاخر انت وصلت لحاجه، ممكن ما توصلش، بس اكيد ممكن برضه ان شاء الله ربنا يوفقك. لكن انت ما تعملش اي حاجه، ده تاكد مليون في الميه ان انت مش توصل لحاجه اصلا. اخر الفيديو عشان ما اطولش عليك، انت في ايدك تعمل حاجات كتير جدا، فحاول تبدا بدايه كويسه، حاول ان انت تتعلم اكتر، خلي المحتوى التعليمي يبقى جزء من يومك وجزء من حياتك. عايز تاخد كورس بعد كده خد، عايز ما تاخدش ما تاخدش. بس برضه تاني، لو انت عايز تعرف اكتر عن الحاجات اللي احنا بنقدمها هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن في كل التفاصيل، سواء من دروب شيبنج كورس، سواء من اي اي جايد، سواء من خدمات احنا بنقدمها زي شوبيفاي ستور كرييشن، زي بيمنت جيت واي، زي الميديا باينج. انا بحاول ان انا اوصل ان الشركه دي توصل انها بتساعدك اند تو اند، يعني من الاول للاخر. وانا وجودي هنا على السوشيال ميديا هو بيعتمد على ان نجاحكم انتوا هو يعتبر نجاحي انا. ففي الاخر انت لو واحد اخدت كورس من الكورسات اللي انا بتكلم فيها ونجحت فعلا وعملت فلوس زي ما انا بعمل شيرنج لكل الناس اللي فعلا الحمد لله ربنا بيكرمها معايا في الكورس، ده نجاح ليا انا. وده اللي انا فعلا نفسي والله بجد ان انا اوصل له، ان انا اساعد اكبر قدر من البني ادمين انها تفتح باب رزق جديد ليها، واحاول ابين الصوره اللي هي واضحه في وش الناس بس هم مش قادرين يقعدوا ويبصوا عليها. غير كده يا رب الفيديو ده يكون افادكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي. صباح الفل.